صيام ومرضى الكبد، كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير. لو انت مريض كبد وحابب تصوم شهر رمضان لازم الصيام يكون مظبوط علشان حالتك الصحية ما تتأثرش. طبعا احنا متفقين ان لازم تاخد الأوكي من الدكتور بتاعك ان الصيام مش ممنوع لحالتك الصحية، والحالات اللي ممنوع فيها الصيام تماما حالات الالتهاب الكبدي ومرضى دوالي المريء. اما الحالات اللي بتكون نتيجة عوامل وراثية او مرض مزمن عادي انها تصوم، ولكن لازم تمشي على التعليمات اللي اقولها لك دلوقتي. ضروري جدا اول ما اذان المغرب يأذن تاخد مشروب سكره خفيف، ما تبداش فطار قبل ما تصلي المغرب عشان جهازك الهضمي يستوعب ان ده ميعاد الاكل. وجبه الفطار لازم تكون وجبه متكامله فيها العناصر الغذائيه الكامله زي الخضار والبروتين والحبوب الكامله، ونزود شويه في الالياف لانها بتساعد الكبد انه يشتغل احسن، ونقلل الدهون بشكل كبير خصوصا مع الحالات اللي بتعاني دهون على الكبد. بعد الفطار ناكل فاكهه ونشرب سوائل كتير جدا عشان نحافظ على جسمنا من الجفاف، وشرب الميه كمان بيساعد ان الكبد يشتغل بشكل احسن. بس في اشارات حمراء لو حصلت لازم تفطر، وما ينفعش نهائيا انك تتجاهل الاشارات دي وتكمل صيام عادي. لو دخت او حسيت ان لون جلدك ابتدى يميل للون الاصفر، ولو محتاج مساعدتنا في اي حاجه ابعت لنا على رسائل الصفحه.